مجلس إدارة الزمالك الحالي بقيادة كابتن حسين اللي بيعرف يدور المركب وهي مخرومة. المجلس ده ادى وعود انتخابية جبارة، جعرانه قوي قدام الجماهير، واحنا عارفين كويس قوي احنا بنعمل ايه، واحنا مخططين لكل حاجة وعاملين حساب كل كبيرة وصغيرة، وبقالنا شهور بندرس، وبالعلم نقدر نتغلب على كل المشاكل. وبعد سنتين تقريبا على توليهم المسؤولية، الزملكاوية اكتشفوا المقلب اللي شربوه، وإن الناس دي ما عندهاش بربع جنيه تفكير، وكل اعتمادهم كان على أنكل ممدوح والناس للناس، وده طبعا مش كفاية. فبدأوا بقى يلجأوا للقروض اللي هتغرق النادي أكتر ما هو غرقان. ده غير بقى إن المجلس ده أصلا كلهم مش طايقين بعض، وخناقات بقى طول النهار على مين اللي جاب ده ومين اللي مشى ده، وحالتهم حالة. لكن المجلس ده بصراحة رغم كل المشاكل دي بس مميز جدا، وكعادة جميع مجالس إدارات الزمالك، في دعم التجاوز والخروج عن النص. أنا مش هتكلم عن تاريخ الزمالك في الموضوع ده لأني هحتاج ساعات وبقي هيوجعني. أنا هتكلم بس عن المجلس الحالي اللي برشحه بقوة لجائزة التفوق الغير رياضي. القصة ابتدت في السعودية، وإشارات شيكابالا ودونجا بإشارات الرشوة، والمجلس ده ما عملش حاجة وما عاقبهمش. قلنا معلش يمكن مش واخدين بالهم. طلعنا على الإمارات وحصلت واقعة اعتداء دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد على منظم المباراة، وبدل ما كابتن حسين يعتذر أو ياخد إجراء تربوي ويعاقب التلاتة، لا طلع الجعرن وقال إحنا نادي كبير ومحدش يقدر يجي جنب اللعيبة بتاعتي. ولما اللعيبة بتاعته اتاخدت منه واترمت في الحبس وصدر ضدها أحكام، جاب بظهره واعتذر وطلع بيان رسمي قال فيه إنه هيعاقب التلاتة اللي تسببوا في الأزمة. ولما خدوا عفو رئاسي وسمحوا لهم يرجعوا مصر بعد ما خلوا سيرتنا على كل لسان، بدل ما كابتن حسين يلتزم بكلمته اللي قالها في بيان رسمي، لا ده راح عمل لهم احتفال مع الجماهير بيافطة قلب العيلة الواحدة، واستقبلوا التلاتة استقبال الفاتحين، والتلاتة بيأدوا التحية العسكرية للجمهور في رسالة واضحة علنا: احنا عملنا اللي علينا وتجاوزنا وقلنا أدبنا، والحمد لله رجعنا لكم بالسلامة. مرورا بقى بشيكابالا اللي على صوته على جروس وكان هيضربه، وبدل ما يوقفوا شيكابالا ويعاقبوه، لا ده مشوا له جروس علشان يرضى ويرجع يتدرب مع الفريق. ونهاية ببيان كابتن حسين المخزي اللي حذر فيه رابطة الأندية من اتخاذ أي عقوبات على جمهور الزمالك، الجمهور اللي شتم إمام عاشور، شتم أهله، وخاض في عرضه. كابتن حسين قال لنا في بيان رسمي إنه موافق على الشتيمة والخوض في الأعراض، وإنه ضد أي عقاب لأي متجاوز أو قليل الأدب أو عديم الرباية. شعار نادي الزمالك: معا ضد الأخلاق. سقفة كبيرة قوي للكابتن حسين ومجلسه. نصيحة مني ليك يا كابتن، شوف لك حل في الخرم بسرعة علشان بيبقلل، ناس ما عندهاش دم.